يمكن أن أقول أصبح الآن مشوقا، على اعتبار أن الصدارة في أسبوعين فقط تغيرت بين البرصا والريال، وكما أسلفت قبل قليل من المحتمل أيضا أن تنتقل مرة أخرى إلى برشلونة في حال إخفاق ريال مدريد، وهو ما يجعل ربما الضغط السلبي، هذا الخوف من فقدان الصدارة سيجعله ربما إيجابيا، أو بالأحرى سيسعى لتحويله إلى ضغط إيجابي ليفرض نفسه اليوم هنا. طبعا حافز ريال مدريد كبير، لكن حافز بلباو لا يقل أيضا، هو الذي تفصله 4 نقاط فقط عن منطقة التأهل إلى المنافسات الأوروبية، والجميع يعرف بأن نادي بلباو من الفرق التي كثيرا ما مثلت إسبانيا في المنافسات الأوروبية، وهو الهدف بالنسبة لهذا الفريق الذي جعل من ملعبه، هذا ملعب سان ماماس، حصنا منيعا كما أسلفت قبل قليل، لم يخسر فيه سوى مرة واحدة منذ مرور البرصا، وبالتالي قد تكون هذه المرة الثانية. لكن حافز أتلتيك بلباو سيكون مضاعفا، لأننا شاهدنا كم من فريق حينما يواجه ريال مدريد أو حتى أيضا برشلونة، نشاهد تلك الفرق كلها تلعب مباراة السنة أو حتى مباراة العمر إن صح التعبير، وعليه لا شك أننا سنحضر اليوم مباراة في القمة.